السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تشرفني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك. فيديو النهارده هعرفك افضل واضمن طريقه تحمل بيها نسخه الويندوز وتحرقها على الفلاشه في نفس الوقت. مبدئيا لازم حضرتك تبقى عارف ان انت عشان تثبت نسخه ويندوز لازم نسخه الويندوز تكون محروقة على الفلاشة بصيغة الايزو. تمام. فأنا النهاردة مع بعض كده في الساهل. هنيجي على أي متصفح وليكن جوجل كروم ونبدأ نكتب أي ويندوز حضرتك محتاج تحمله، وليكن أنا محتاج ويندوز 10. طبعا أنا هتعامل المرة دي بالموقع الرئيسي اللي هو موقع مايكروسوفت. أيوة يا جماعة، موقع مايكروسوفت. هفتح أول لينك بالشكل ده. بعد كده هتلقى آخر إصدار عندك من ويندوز 10. طبعا أنا اللي يفرق معايا في ده كله الاختيار التاني ده اللي هو Create Windows 10 Installation Media. هبدأ إن أنا أعمل داونلود ناو من هنا. أحمل الأداة طبعا نزلت معايا أهي. هاجي على ال SSD عشان أفتح التنزيلات. أفتح داونلود من هنا، أختار ميديا كرييشن وأفتحها. بعد كده بيديلك رسالة إن أنت عايز تعمل تغييرات عشان البرنامج يفتح، تقول له يس مفيش مشاكل. بيبدأ طبعا يفتح معاك النافذة اللي انت شايفها دي. طبعا حضرتك بتبقى في الوقت ده حاطط الفلاشة بتاعتك. انا اصلا حاطط الفلاشة بتاعتي اللي هي 16 جيجا. عشان تعمل ويندوز 10 الفلاشة ما تقلش عن 16 جيجا. تمام. بيبدأ يديلك الرسالة دي اللي هي getting a new things ready. عادي بتستنى، لان انت اعتمادك هيبقى اعتماد كلي على الانترنت. تمام. بيديلك شوية الاذن دول، بتقول له اي اكسبت من هنا، او الشروط الاتفاقات دي بتقول له ان انت موافق عليها، يعني توافق له عليها مفيش مشاكل. طبعا الطريقه ديت هي افضلهم. يعني الطريقه ديت افضل طريقه تعمل بيها نسخه الويندوز، رغم ان انا كنت شارح طرق قبل كده، بس لا، الطريقه دي احسن طريقه فيهم. لانها لو انت ما انتش عارف نوع الويندوز بتاعك او نوع الهارد بتاعك جي بي تي ولا ام بي ار، يعني ده بيمشي مع كله. يعني مثلا لو جيت، مش مهم يعني، انا ممكن ابقى اوريها لك في الاخر عادي يعني. تمام. في هنا حاجه عندك اسمها ابجريد زي بي سي ناو. ده لو انت ويندوز 7 مثلا وحابب تحدث على طول. لا، انا عايز الكلام ده كله يبقى على الفلاشه يعني. هتختار الاختيار التاني اللي هو كرييت انستليشن ميديا، اللي هو انشاء يعني اللي هو انشاء الويندوز يعني على الفلاشه وكده. تمام. هتقول له تاني اختار ده وتعمل نيكست من هنا. طبعا بيدي لك هنا شويه معلومات. هو هنا عاملها لك افتراضي. اللغه بتاعت الويندوز هتبقى انجلش يونايتد كينجدم. طبعا انا مش محتاجها كده، فانا هلغي الصح اللي موجوده هنا وابدا ان انا اخليها اللي هو الانجليش انترناشونال. او لو حضرتك محتاج الويندوز عربي بتختاره عربي من هنا. عربي يعني هتلاقي كل حاجه عندي مثلا على الشمال كده، هتلاقي اتحولت عندك على اليمين. لا، انا عايزه بالانجليش يونايتد ستيتس اللي هي، لانه بيبقى الانترناشونال يعني. طبعا هنا الاديشن ويندوز 10 زي ما قلنا هو الوحيد. الاركتكتشر المعماريه بتاعت نظام التشغيل بتاعك ممكن تكون 32 و64، وعادي تعمل الاسطوانه تبقى مدمجه، يعني تبقى فيها الاثنين، تثبت 34 وتثبت ال 64 اسف، وتثبت ال 32. فانا هقول له بوس من هنا، وبعد كده اعمل نيكست. طبعا هنا بيدي لك اختيارين، بيقول لك انت ممكن بيقول لك انت هتحتاج على الاقل فلاشه 8 جيجا. احنا قلنا خليها 16 ايه عشان تبقى في المضمون يعني ان شاء الله. وبعد كده بيقول لك ممكن تحملها ايزو فايل، ملف ايزو على طول لو مش الفلاشه مش متاحه معاك دلوقتي. لا، انا الفلاشه متاحه معايا دلوقتي، هعمل نيكست من هنا. طبعا هنا برضو بيديلك ان الفلاشه بتاعتك هي البارتيشن الاف. فانت بتدخل كده تاكد تشوف الفلاشه بارتيشن اف فعلا، ومساحتها 16 جيجا اللي هي قاريه معايا 14 و6. طبعا بعد كده بتعمل نيكست من هنا. بيدي لك الرساله اللي انت شايفها دي اللي هي getting a few things ready. بيقول لك ان هياخد معاك شويه وقت، يعني هتبدا البروسيسنج ده يعد لحد 100%. بس طبعا لازم جهاز الكمبيوتر بتاعك ما يفصلش عن الانترنت. وتتاكد برضو ان باقه الانترنت معاك هتكمل، لان انت في الغالب ممكن تاخد لك 6 7 جيجا عشان تحمل نسخه الويندوز دي. كده انت حملت نسخه الويندوز من على النت. وبرضو
هتبقى في نفس الوقت حرقتها على الفلاش. انا طبعا هضحي، ويعني هضحي بال7 جيجا الانترنت دول، وهسيبه مع نفسه كده، وهبقى اسرع لك الفيديو عشان اوري لك النتيجة. وبكده يكون خلص معاك. طبعا هي اخدت معايا حوالي بالظبط كده ساعة وتلت. ساعة وتلت، وسرعة النت عندي كويسة يعني مش وحشة. تمام. بعد كده طبعا حضرتك بتشيل الفلاشة وتدخلها تاني عشان تسمع بالشكل الجديد. شيلنا الفلاشة، نبدأ إن احنا نحط فلاشة تاني. زي ما حضرتك شايف النسخة اتحرقت معانا على الفلاشة. ده كان فيديو بسيط كده حبيت إني أشاركه معاك. أتمنى يكون عجبك الفيديو. حابب أوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. وشكرا ليك على المشاهدة.